صاحبك في الدنيا هو صاحبك في الآخرة، وكبيرك في الدنيا هو كبيرك في الآخرة. والجماعة الذين تنتمي إليهم في الدنيا ستحشر معهم في الآخرة. اسمحوا لي أن أتكلم بمنتهى الوضوح. لن يحشر أحد يوم القيامة وحده. أهل النار لن يدخل أحد منهم النار منفردا، لا بد وأن يدخل في عصبة وجماعة. أهل الجنة لن يدخل أحد منهم الجنة منفردا، لا بد وأن يدخل مع أصدقائه الذين كانوا معه في الدنيا. رب العالمين أنزل سورة في القرآن الكريم 11 صفحة سماها سورة الزمر. يعني ايه الزمر؟ الزمر جمع زمرة، والزمرة هي الجماعة من البشر، يعني جماعة. في أواخر السورة الله يسوق لك السر والسبب في تسمية هذه السورة. لماذا سماها سورة الزمر؟ الله في آخر صفحة في السورة يقول: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، مش فرادى. بعدها بآية: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. صحابك في الدنيا هم أصحابك في الآخرة. أسوق هذا الكلام للشباب بالأصالة ولغيرهم بالتبعية. اهتماماتك في الدنيا هي اللي هتحدد مستواك ومركزك في الآخرة. شوف انت كنت بتكبر بمين في الدنيا وجعلت ولي أمرك، هو هيكون ولي أمرك في الآخرة. حتى من كبر بفرعون وجعله وليا لأمره، الله يقول في حقه: وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة. هيبقى كبيرهم برضه يوم القيامة. يقدم يعني هيكون هو ايه؟ هو القائد، هو الليدر. كما نقول تيم ليدر في الدنيا، هتبقى تيم ليدر في الآخرة. شوف نفسك الآن، حدد موقعك من الآن. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. ومن كان ولي أمره سيدنا محمدا، اللهم صل عليه. تقول لي كيف يكون ولي أمري سيدنا محمدا؟ اللهم صل عليه. أن تسير في هذه الحياة طبقا للتعليمات المحمدية، طبقا للأوامر المصطفوية، طبقا للكتالوج الذي صدر لك منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان، لتسير عليه في حياتك الدنيوية. ساعتها سيكون الحبيب المصطفى ولي أمرك في الدنيا وفي الآخرة، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. طب في الجهة المقابلة: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يعني يا ليتني جعلت رسول الله ولي أمري، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ألم أقل لكم الأخلاء يومئذ في سورة الزخرف بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، يعني لا تخافون مما هو آت ولا تحزنون على ما فات. هذا قمة السلام، قمة الأمن والأمان، قمة السلامة. البطولة الحقيقية في الآخرة إن ولدك يستقبلك ويقول لك حمد لله بالسلامة. دعك من أهواء الأبالسة، لا تنشغل إلا بما شغلك الله به. حينما تعطي أو تمنع، حينما تقدم أو تحجم، حينما تمدح أو تذم، حينما تذهب أو تجيء، حينما تسافر أو لا تسافر، اعرض تصرفاتك على حضرة النبي. اللهم صل عليه. قل له صح كده ولا غلط يا حضرة النبي. وما فيش حد هيضحك على نفسه أبدا. الحلال بين والحرام بين. ده واحد راح لمولانا الإمام مالك ابن أنس ابن أبي عامر إمام دار الهجرة، قال له: يا إمام أوصني. قال له: يا ولدي عليك بصحبة الصالحين، والمرء في ميزانه أتباعه، فاقدر إذا قدر النبي محمد.